بدون تزويق الكلام بقى يا ابو الكباتن، بدايه الاصلاح في النادي الاهلي هي من عند الراجل ده. انت تشوف اي صرفه وتتعاقد مع الراجل ده باي طريقه ممكنه. ما هو احنا مش هنقعد نجرب مدرب مشروع، مدرب اسم كبير ويا عالم لا تخيب لا تصيب، لكن الراجل ده احنا جربناه وعارفين دنيته ايه. تحاول تقنعه بكل الطرق، بالفلوس بقى، باي اعتمادات، باي ضمانات، وفر له كل الحاجات اللي هو محتاجها، وتحاول يعني تتعاقد معاه بشكل سريع جدا. الراجل ده هقول لك ليه مواقف انت ممكن ما تصدقهاش. الراجل ده في مره كنا بنقابل اسوان في اسوان، والنادي الاهلي كسب 5-1، وكان المفروض هيدي اجازه بعد الماتش عشان السفر الكبير جدا لاسوان، وكنا بعدها نقابل صن داونز. راح الراجل ده لغى الاجازه عشان الهدف اللي دخل في مرمانا، ويشوف التقصير جاي من عند مين ويعنف اللعيبه. انت متخيل معايا كسبان 5-1 ولغى الاجازه ويعنف اللعيبه؟ هي دي العقليه اللي احنا عايزينها. الراجل ده قبل ما يجي النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي كانت بتطبطب على صالح جمعه بطريقه انا ما شفتهاش في حياتي. الراجل ده قال انا ما عنديش الكلام ده. الراجل ده قال له انا ما عنديش الكلام ده، عندك ساعتين تظبط نفسك لما تمشي بره النادي، وفعلا مشاه بره النادي. الراجل ده خلى رمضان صبحي من لاعب بيعتمد على المهاره فقط بطريقه معينه، خلاها هداف الفريق في فتره قصيره جدا وبيسدد من خارج منطقه الجزاء. غير الراجل حرفيا. الراجل ده مسك الفريق لعب كره نظيفه الواحد ما اتفرجش عليها من سنين كتير جدا، ولا بعده ولا حتى كان يتقابله. الراجل ده زملكاويه كتير جدا كانوا بيتفرجوا على الاهلي مخصوص تحت قيادته بسبب الكره النظيفه الاوروبيه اللي كان بيلعبها مع الفريق. الراجل ده ما بيعتمدش اسماء ولا نجوم في فريقه، ما فيش نجوم، هو النجم الاول وهو الرجل الاول في الفريق. وبصراحه هي دي الشخصيه اللي الاهلي محتاجها، خصوصا مع الاسماء اللي موجوده حاليا. الاهلي عشان يرجع مره تانية وبشكل سريع ويقدم كوره ونتائج مرضيه ويكسب اي فريق بالسكواد اللي موجود 4 و5، الحل هو الراجل اللي انت شايفه قدامك ده.